اعرف حاجة عن كل حاجة، واعرف كل حاجة عن حاجة واحدة. دي قاعدة مشهورة جدا وهي ملخص الفيديو ده الحقيقة، فلو مش عاوز تكمله فانا قلت لك زتونته في اول ثانيتين عشان ما نضيعش وقتك. بس لو حابب تكمل في الحقيقة اتمنى دوت يعني، فخليني اقول لك ان عشان تبقى شخص مميز فانت لازم تعرف نبذة بسيطة عن كل المجالات وكل الابواب اللي حواليك، وتعرف كل تفصيلة صغيرة او كبيرة عن مجال واحد بعينه وتركز فيه قوي. وهنا هيحضرنا سؤال مهم في عالم الفريلانسنج: هو ليه اصلا اعرف كل حاجه عن مجال واحد بس؟ طب ما اقسم مجهودي ده في كذا مجال وابقى شاطر في كذا حاجه وقدامي فرص اكتر. الحقيقه دي وجهه نظر تحترم، هي غلط خالص طبعا بس انا احترمها. تعرف ليه؟ لان ده كان انا في بدايتي في المجال، وانا محترم المجهود اللي بذلته في رحله تعلم طويله كان فيها حاجات كتير غلط، بس اهو بنتعلم في النهايه. وده اللي انا عملته بالفعل. كنت بعرف حاجه عن كل حاجه واشتغل في اي وظيفه تجيلي بسيطه، واتنقل ما بين مهارات مختلفه ومشتت نفسي تماما، وما قدرتش في الاخر اوصل لنتيجه مبهره في شيء معين يخليني محترف فيه واقدر يبقى ليا اسمي في الموقع في المجال ده والناس تجيلي مخصوص علشانه. وهنا خليني اوضح مفهوم التخصص وليه لازم تكون محترف حاجه محدده جدا وعارف حاجات عامه عن المجالات اللي بتخدم عليه. فمعنى انك بتحترف حاجه هو انك بتحترف تفصيله او خدمه، مش بتحترف مجال كامل. مثلا مثال على ده مجال الكتابه. مجال الكتابه بيحتوي على خدمات كتير زي الكوبي رايتنج او الكونتنت رايتنج او الترجمه وما الى ذلك. تقدر تتخصص جوه مجال الكتابه في مجال الكوبي رايتنج مثلا، وده اللي بيتقدم فيه كتابات للعميل الهدف منها التسويق للمحتوى اللي العميل بيقدمه سواء كان خدمه او منتج. وتقدر تتخصص جوه مجال الكوبي رايتنج في كتابه وتسويق لويب سايتس بس، وتبعد تماما عن السوشيال ميديا مثلا او العكس. وده المعنى الحقيقي لاحترافك لشغلك وتقديمك لخدمه محدده بس بتقدمها بشكل مميز ويخطف عين العميل. فتميزك في مجال معين ليه اثار ايجابيه كتير جدا عليك وعلى شغلك، وهيساعدك كفريلانسر توصل لحته تانية خالص، وهيساعدك تجيب مشاريع اكتر باذن الله. وعشان تحدد مكانك في مجال معين هتحتاج تسال نفسك الاسئله ديت وتجاوب عليهم بكل صراحه مع نفسك في ورقه وقلم. انا بعشق ورقه وقلم، انا مخلص كشاكيل واقلام على خطط والله. مش بنفذ معظمها بس الواحد بيحس براحه كده لما بيخطط. المهم هنسال نفسنا الاسئله دي، ومعلومه هنخليها على جنب، ممكن الاسئله دي تبدا تسالها لنفسك بعد ما تكون خبطت في اكتر من مجال مبدئي بتحاول تتعلمه وبتجرب حظك فيه، وسواء نجحت او فشلت فيه بس انت اكتسبت خبره مبدئيه هتخليك تقدر تجاوب على الاسئله الجايه بطريقه احسن. ايه اكتر شغل بتستمتع بيه وبتحب تعمله؟ منطقيا ده اول سؤال لازم تساله لنفسك قبل ما تعرف احتياجات السوق وقبل ما تعرف الاسعار وقبل ما تاخد اي قرار، عشان ببساطه استحاله تقبل تشتغل في حاجه انت مش بتحبها او مش مناسبه لشخصيتك مهما كانت مهمه او مطلوبه في السوق. فاول سؤال هيكون ايه هي الحاجه اللي انا بحب اعملها ومستعد اشتغل فيها طول حياتي. اجابه السؤال ده هتكون قائمه هنكتبها بكذا حاجه انت بتحب تعملها وبتعرف تشتغلها، وهترتبها حسب ترتيب حبك واستمتاعك بيه. ايه اهم المجالات المطلوبه في السوق؟ عشان تختار مجال معين تشتغل فيه فترة طويلة لازم تضمن ان السوق محتاج المجال ده في المستقبل، وان الشغل فيه بيكبر بشكل واضح مش بيقل او بيختفي مقارنة بالتطور التكنولوجي اللي احنا بنعيش فيه. العملاء بيطلبوا مني ايه اكتر خدمة؟ الفيدباك اللي تاخدها من العملاء هي احد اهم العوامل اللي بتحدد على اساسها المجال والخدمة اللي ناوي تحترفها. العميل لما بيشتغل معاك وبيلاقيك شاطر في حاجة ومميز فيها بشكل واضح مش هيتعب نفسه ويدور على اشخاص تاني في المجال ده لمشاريعه المستقبلية، وهيرشحك انت كمان لعملاء تانية نتيجة تجربته معاك والتعامل المريح اللي كان ما بينكم. والعكس صحيح، لو العميل حس في مشروع انتوا شغالين فيه سوا انك مش شاطر في المجال ده او دماغك مش واجهتها ناحيته ولقى ناس احسن منك في السوق هيسيبك وهيشوف في الشخص التاني ده. وهنا يجي دور العملاء في توضيح المجال المناسب ليك اكتر. هتلاقيهم بيطلبوا منك مشاريع كتير في المجال ده وبيجي لك عملاء تانيين بيطلبوا منك مشاريع اكتر فيه، وهتبدا تتعرف اكتر في سوق العمل بمهاراتك المميزه في المجال ده في تقديم الشغل الخاص بيه. وده هيخليك تتاكد اكتر ان ده المجال المناسب ليك لان الناس حواليك بالفعل قدروا يشوفوك مميز فيه. ايه اكتر شغل بيدفع لي كويس؟ طبعا مش معنى انك بتحب مجال ما فانت هتقدر تشتغل فيه وخلاص، ده غير صحيح لان الموضوع مش مجرد هوايه بنمارسها، لا ده شغل بيعتمد على عوامل تانية اكبر من حبك ليها. ومن هنا نوصل لاحد اهم الاسئله اللي المفروض تسالها لنفسك: هو المجالات اللي انا كتبتها وبستمتع وانا بعملها ديت كل واحد ممكن يديني فلوس كام؟ وايه اكتر مجال فيهم فلوسه كويسه؟ ومن خلال دخلك اللي بتاخده من كل مجال ومن كل خدمه بتقدمها تقدر تعرف ببساطه وقتك بتستثمره بشكل افضل فين. ولو ما كانش المجال ده هو اول مجال انت بتحبه وبتستمتع بيه فلازم تبص على تاني وتالت مجال، لان لو فلوسهم اكتر فهم للاسف هيكون لهم الاولويه وقتها.
فخلاصة الامر ان الاسئله دي لو جاوبتهم وحددت قرار على اساسهم هيساعدوك تتحول من فريلانسر عادي لفريلانسر متميز، ومش هتبقى مشتت او مش عارف تعمل ايه. وبالمناسبه ما تستعجلش على الخطوه ديت، لان عشان توصل لها لازم تتاكد انك اخدت كفايتك من المرحله اللي قبلها عشان تقدر تقدم فيها شغل مميز وتحس انك مرتاح. ولو محتاج مساعده في ده فممكن تشوف موقع freelanceaware.com، هتلاقيه مجمع خبرات ومقالات كتير جدا بتساعدك في رحلتك دي من الزيرو ولحد الاحتراف في المجال. هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. اتمنى ليك رحله ممتعه في المجال، والسلام عليكم.